علي اللي شي مرة شفت محامي بروح وبيترك شغله يتراكم عليه اللي لك تضحكي شوي، خلي الطاقة الإيجابية تنتشر بهالمكان. نحن بمكتب ما لنا بسجن. اي صح، ذكرتني بالسجن. اتصل عربي اليوم وبده يشوفك بأسرع وقت ممكن. قال لك ليش؟ لا ما قال لي، بس قال لي انه ضروري الأستاذ يجي لعندي. شو شايفك عم تضحكي ومزاجك رايق على غير العادة، شو صاير؟ سبحان الله، فكرتك فايق بكير ومشتغل شغلك. لسه بقى ورضوان ما اشتغل شغله؟ اللي رحت على المقر بسطات اليوم الصبح. كلفت خالد بهالشي، ما كان جاي على بالي روح. عرفت هلأ ليش ما بضحك لما بفوت على هالمكتب؟ ما بتفكري غير بالشغل، ما بتتعبي من هالشي؟ بدي أسألك سؤال. أمك لساتها عم تستلم قضايا؟ أي قضايا اللي عم تحكي عنها؟ أمي تركت الشغل من زمان. معناها ما بتعرفي إنه غيرت رأيها ولا عندك علم بهالشي؟ شكرا استاذ. بكره بشوفك على الساعة 3 إن شاء تمام. الله. ماما شو عم تعملي؟ وليش لابسة هذا اللبس؟ حبيبتي عندي جلسة. ماما كيف هيك؟ مو أنتي تركتي المحاماة وإلك فترة متقاعدة؟ بسم الله عليكي، من إمتى هالحكي؟ وعندي عزة نفس كمان. ما برضى شخص مثلك يشفق علي. لك أنا بحبك يا مجنونة، بحبك عن جد وما عم أشفق عليكي، ولا مرة اعتبرتك مريضة أو ناقصك شي بالدنيا. بحبك قبل ما تعملي حادث وزاد حبي من بعدها. انت كذاب. أنا مو كذاب، شو مصلحتي إني كذب عليكي؟ فينا نكذب بكل شي إلا بالشغلات اللي منحس فيها، لك تفهميني؟ اطلع لبرا.